اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ عليه افضل الصلاة والسلام. احنا النهارده هنعمل ايه؟ مسخن فلسطيني مع بعض. انا جايبه الفراخ منضفاها ونقعتها في ميه المنقوع بتاعها، في ميه وليمون وملح. المهم انا هقطع الفراخ وايه واحطها ارجعها تاني. وانا معايا الفراخ بقطعها دلوقتي، قطعها اربع نوايب، وشق الصدر كده. عايزه تسيبيه سيبيه على حسب الرغبه. اهو انا معايا الفراخ اهي مقطعتها ونضفتها وحطيتها في الطبق. وهرجع بقى ايه، معايا البصل، انا مخرطه بصل للفراخ. ومعايا سماق، معايا ملح وفلفل وبهارات فراخ وكمون. همسك انا البهارات، البصل هفضيه. ومعايا المفروض البصل يبقى اكتر من كده، بس يلا بقى البصل هم حلو برضو. معايا بقى انا هخلط مكعب شوربه. انا هخلط بقى كل شيء، هخلطه في قلب البصل، هقلبه كويس. حتى لو بايدك امسكيه ادعكيه دعكه حلوه. وهفضيه على الفراخ. هجيب الفراخ بقى احطها في صينيه، قلبته كده على الفراخ واقلبه في بعضه، واجيب الفراخ ارصها في قلب الصينيه. وبعد كده رصيت الفراخ في الصينيه، اديني بقلبه كويس بايديا. رصيت الفراخ كده في الصينيه، ورش على وشها شويه سماق كمان. وبعدين ايه، ادخلها الفرن، اغطيها او اسيبها ساعة او ساعتين في قلب البصل والبهارات. وبعدين ايه، ادخلها الفرن. انا رشيت على وشها شوية سماق كده، صراحة بيدي مزازة وطعم جميل جدا. انا معايا دلوقتي، انا خبزة عيش، بس انا بنزل لكم فيديو العيش. اهو العيش اهوت اللي انا خبزاه، على قد الصينية، وسع الصينية. انا دلوقتي هاخد الفراخ، هركنها شويه وبعدين ابقى ادخلها الفرن. هذا العيش اللي انا بوريه لكم. معايا بقى الايه الزيت. هي مفروض بتنعمل بزيت زيتون، بس عندنا ايه جانب ما بيحبش الزيت الزيتون، فانا مخلطه بصراحه. المهم قلبت البصل وسبته ايه يتكرمل كده، ما تعليش عليه. وقطع البصل خالص لحد ما يتكرمل، مش يتكرمل بقى، يطرى كده ويبقى ايه مستوي. ادي البصل قلبت فيه شويه وايه، وهجيب دبل معاكم اهي، شايفين؟ هجيب بقى شوية سماق واحطهم على ايه، على البصل، معلقتين اهو، 3. السماق هو بيغمق البصل بس. وعلى كده انا هطفي البصل بقى واركنه. والفراخ طبعا انا حطيتها في الفرن. خدت الفراخ وديتها الفرن دلوقتي، وهطفي على السماق، ازوده تاني البصل. كل ما تديله سماق بيبقى اطعم وجميل ومزز، بيبقى مزز وجميل. المهم انا بقى ايه، خلاص كده البصل دوره خلص. انا خرجت الفراخ من الفرن. هاخد بقى كبشة من المية بتاعه الفراخ دي، احطها في قلب البصل عشان ايه العيش. هذا بتبقى اكله طعمه وجميله قوي، اكله فلسطينيه اهو، شايفين؟ انا اجيب العيش بقى والصينيه اللي انا هرص فيها. عايزه تعملي في صينيتين تعملي في صينيه واحده، انا عملت في صينيه واحده ماشي. ادي رغيف العيش اهو. هجيب الكبشة وادهن بيها العيش كده. انا حطيت رغيف تحت الاول زي الرقاق، عاملينهم عملة الرقاق. انا حطيت رغيف تحت. هو هيشرب برضو من الرغيف التاني. ده العيش اهو، انا حاطه رغيف تحت اهو. هذا العيش اهو، شوف اللي تحت هيشرب من اللي فوق. ممكن احط كبشة للي تحت،
بس انا حبيت اللي تحت عشان يبقى ماسك نفسه. انا كده بس بقى البصل بالعيش وهرص بقى بقية العيش كله. واحط في نص الفراخ ونصها فوق الوش. هذا معاك اهوت. البهارات والسماق ده بيخليها جميلة جدا. انا حطيت الوراك تحت. حطيت نص الفراخ تحت ونصها فوق الوش. ايوه كده بوريكم. انا مريتش بالرغيف ده برضو. انا بقى ايه حطيت فوق الوش كده من الخلطة بتاعت البصل والسماق. بس انا خلصت رصة اهوت الفراخ كلها. شوف عملت بعددنا. لو احنا 4 نعمل 4 رغيف، احنا 5 6 على حسب الايه الافراد اللي عندك. بس وانا بشيل السماق كده احطه على وش الفراخ الخلطة كلها ودخلتها الفرن. وجيت طلعتها من الفرن اهيت معاكم جميلة وطعمة. جربوها الطريقة دي والله جميلة جدا. والسماق مخليها مززة وجميلة طعمها جميل. واللي حابب يعملها هي اصلا بتتعمل بزيت الزيتون. ونتقابل في فيديو جديد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.